ضجة كبيرة في الوسط الفني من امبارح بسبب الفيديو بتاع سعد الصغير. الفنانين زعلانين من سعد وبيعتبروه أحرجهم كلهم قدام الناس. سعد من يومين كده كان في زيارة للمقابر وفجأة فتح البث المباشر وقال: أنا عندي سؤال محيرني، هو أنا لو بنيت مقبرة لنفسي من فلوس الفن هل هتعذب في المقبرة دي باعتبار إن فلوس الفن حرام ولا ممكن ربنا يغفر لي؟ سعد قال: أنا عارف إن فلوس الفن فيها حرام وفيها حلال، وضرب مثل بالفنان حسن يوسف وقال: حسن يوسف كان بيمثل في شبابه أفلام فيها بوس ورقص وحاجات بتحرك الغرائز، وطبعا الحاجات دي حرام، لكنه برضه لما كبر ونضج عمل أعمال دينية عظيمة كلنا اتعلمنا منها زي مسلسل الشيخ الشعراوي كده، ودي طبعا أعمال فلوسها حلال. سعد رجع وقال: طب خليني أتكلم على نفسي، أنا شغلي كله طبل وزمر ورقص وستات لبسها مكشوف، فهل فلوسي دي حرام؟ ولو هي حرام هل ينفع أشتري بيها تربة أندفن فيها؟ وهل التربة دي هتبقى حلال ولا حرام؟ طب لو حرام أكيد طبعا هفضل أتعذب فيها طول الوقت. طب ساعتها أعمل إيه؟ أندفن فين؟ يا ريت حد يفتيني. سعد كمل وقال: أنا أعرف فنانين كتير بيشتروا مقابر، المقابر دي حلال ولا حرام؟ وهل هيتعذبوا فيها ولا لأ؟ سعد وجه سؤال لدار الإفتاء وفعلا تم الرد عليه بإن فلوس الفن اللي بيحرك الغرائز حرام، والفلوس بتاعة الفن اللي فيه رقص وطبل وزمر حرام، وبالتالي شراء تربة بالفلوس دي طبعا حرام. لكن لو الفن هادف زي الأغاني الوطنية والأعمال الدينية والأدبية الراقية اللي بتخاطب العقل فأموالها حلال. عمرو أديب ما كدبش خبر وقال لك أركب الترند أنا كمان، فطرح سؤال سعد على أحد علماء دار الإفتاء فرد عليه نفس الردود. فعمرو فسر الفتوى لسعد وقال له: يعني يا سعد مش كل الأغاني حرام، شوف لك أغنية حلال وابني بفلوسها المقبرة. عمرو كان متأثر بالسؤال والإجابة معرفش ليه، مع إن السؤال كان عن الفن مش عن الإعلام، لكنه رجع وقال: كل واحد عارف فلوسه حرام ولا حلال، حاول تبني مقبرتك بالفلوس الحلال. عمرو ضحك وقال: إن شاء الله كلنا فلوسنا تكون حلال. المهم إن الفيديو بتاع سعد عامل ردود فعل قوية في الوسط، وسعد بيقول: أنا مش عارف الفنانين زعلانين من سؤالي ليه، مع إنه سؤال مشروع. أنا بنيت مسجد وجبت عربية لنقل الموتى، ودي حاجات لخدمة المسلمين، لكن المقبرة دي هبقى فيها لوحدي وأنا اللي هتعذب فيها لوحدي، فمن حقي أسأل لأني خايف من عذاب ربنا. الفنانين بيقولوا لي: بتحرجنا قدام الناس ليه؟ وأنا مش عارف فين الإحراج هنا، يعني إحنا هنعمل حساب الناس ومش هنعمل حساب لربنا؟ ده إحنا بنغني في كباريهات مش في الأوبرا يا خلق ياهو.